ناس كتير بتسأل انت بتشتغل ايه وايه قصة صناعة المحتوى. خلينا في الاول نبتدي بصناعة المحتوى بكل بساطة. انا بحب التمثيل، بحب الحكي، في تجارب شخصية انا مريت بيها بطلع اقولها للناس، وفي حاجات بتبقى مقتبسة. الهدف بتاعي ان انا اوصل المعلومة بشكل يكون مبسط ويكون فيه احساس يوصل للناس. بكون سعيد ومبسوط جدا لما بلاقي تعليقات قد ايه المحتوى ده فرق معاكم. ببقى مبسوط لما بلاقي حد بيبعت لي مسج بيحكي لي فيها قد ايه فيديو واحد قدر ان هو يفرق معاه. ده حاجة بتبسطني جدا. لكن السوشيال ميديا ما هياش باب رزق خالص ليا، مفيش ولا جنيه خدته منها. انا ليا وظيفه وبشتغل في شركه العالميه الحره لتكنولوجيا المعلومات في الديجيتال ماركتنج. بعمل حملات تسويقيه، بعمل استراتيجي للعملاء، بنوفر لهم حلول برمجيه. سيب لكم رابط الشركه اللي انا بتشرف اللي انا جزء منها على مدار اكتر من 7 سنين، فاسيب لكم اللينك في التعليقات. ولو حابين تسالوني عن اي حاجه تاني فابعتوا لي وانا اجاوبكم. بس